السلام عليكم ويسعد لي يومكم. أنا نورة وأتمنى أموركم بصحة وعافية. اليوم راح نسوي هذا المفرش. صراحة يحتاج له شوي دقة لأنه يعتمد اعتماد كلي على طريقة القص. هو فن الترقيع الكويلت. يعتمد على تناسق الأقمشة، مو شرط أنها تكون فيها نقشة، ممكن أنها تكون سادة ونضيف عليها بعدين أشياء. هنا الأقمشة اللي اخترتها فيها لمسة ذهبي، وأنا ضفت معها قماش أبيض زيادة. راح نقص مثلثات طولها 14، كل ضلع طوله 14 سنتي. نبدأ نقصها الكمية اللي احنا نبغاها. أهم شيء زي ما قلت لازم كل الأضلاع متطابقة، ما في ولا ملي زيادة. الآن نبدأ نجي نرتبها عشان نتأكد إن ما في قطعتين بجنب بعض. إذا إحنا نبغى نضيف قطعة زيادة نغير اللون، نضيف لون ثاني. مهمة جدا إن إحنا نرتب القطعة. الآن نبدأ نجي نخيط. نبدأ صف صف، نخيط كل ضلعين بجنب بعض، نخيطهم خياطة عادية من بداية للنهاية. يعني هنا خطنا بدينا من اليسار، خط القطعة اليسار مع اللي في الوسط من البداية للنهاية، بعدين يلا اللي في الوسط مع اللي جنبها، والضلع اللي بجنبه مع اللي جنبه، وهكذا إلين ينتهي الصف كامل. بعد شكلها بعد ما أخذتها، شفتوا شلون إنها شوي تصغر لأن أخذنا من الأطراف. بعد ما خلصناها يلا نروح للصف اللي بعده، وهكذا يعني نخلص صف صف. الآن بعد ما خلصنا كل الصفوف نبدأ نركب الصفوف مع بعض. نركب كل طرفين جنب بعض، نخيطهم عادي خياطة عادية، ما فيها شيء، بس لازم من البداية للنهاية. ونحاول أن التقاء المثلثات تتطابق. أهم شيء القطعة في النص متطابقة، لا نفكر في الأطراف إن الطرفين يتطابقون، لا نفكر في النص إنها متطابقة وحلو شكلها. بعد الخياطة أهم شيء ودائما أركز عليه الكوي. لازم نكوي القطعة عشان تنفتح صح، تكون ثابتة. الكوي جدا مهم. حابين مجرد إن احنا نقص الزوايا بحيث إنها تكون يا مربع يا مستطيل، أو إننا نرتبها بترتيب معين بحيث إن ما نحتاج نقصها. هنا رتبتها بشكل معين. هنا أضفت بعد مثلثات بيض. الآن نبدأ بنضيف طبقة خلفية لها، الوجه الصحيح مقابل الوجه الصحيح، ونخيط دار مدار ونترك فتحة. بعد الخياطة نتأكد أن كل شيء تمام سواء من قدام أو من وراء، ونقص الزوايا. بعدين نقلب القطعة. أهم شيء نتأكد أن نطلع الزوايا لأنها يعني جدا مهمة. نتأكد أن كل القطعة كاملة قبل لا نسكر الفتحة. أهم نقطة اللي دايما أنا أركز عليها اللي هي الكوي جدا جدا مهم، يعني تتغير القطعة والأطراف تثبت أكثر. نضيف شوي موية ونبدأ نكويها. الخطوة ما قبل الأخيرة اللي هي نسكر الفتحة. عندنا يا إن إحنا بغرزة بالغرزة المخفية وشرحتها في الفيديو السابق، أو إننا نخيط دار مدار المفرش منها شكل يعني في دقة، ومنها تسكر الفتحة. الآن بضيف حركة بسيطة اللي هي من خيط التطريز. راح أطرز على المثلثات البيضاء دار مدار على المثلث، غرزة عادية اللي هي السراجة بسيطة، وأضافت لمسة حلوة. هنا بتشوفونها بشكلها النهائي. أعطت للأبيض حركة حلوة بالنسبة لي، مرة عجبتني. هذا شكل المفرش النهائي هنا بشكله المستطيل لأني قصيته. ممكن نستخدمه على طاولة، في طاولة طعام. هذا بشكله المعين بعد ما أنا طرزته، حجمه أكبر. هنا حطيته على طاولة في الصالة. نقدر نسوي طبعا بأحجام كبيرة صغيرة على حسب إحنا وذوقنا، سواء مربعات أو مثلثات. وأتمنى أعجبكم الفيديو واستفدتوا.